عرفتي البنات باش تطلقوا نهار طلقت اللي عمرو قال لي السلام قال لي السلام. صحاب راجلي يهضروا معايا ويصيفطوا لي ميساجات في فيسبوك وفي واتساب. هاد لا فيديو هذا الاخوان يعني قازح شويه صراحه، وكنتمنى انكم تبارطاجيو هاد لا فيديو هذا، لان واحد لا فيديو الاخوان مهم. هادشي اللي غادي تقول لنا هاد الاخت هادي خاص الواحد يرد البال، سواء بنت او الدري او الراجل. هي غادي تهضر على الحياه ديالها من مورا الطلاق. بعد ما طلقات غادي تحكي لنا تفاصيل ديال شنو كيوقع ليها من مورا ما طلقات. يعني هاد الشيء الاخوان راه بزاف والله العظيم. يعني ردوا بالكم، ودائما كنوصيكم واحد النصيحه دائما: الاحترام. وهاد الاخت غادي تعطينا واحد المقطع اللي هو مؤلم بزاف صراحه من بعد هادشي اللي قالت الاخوان. المهم تصنتوا لا فيديو الاخوان. عرفتي البنات باش تطلقوا تتبقيش بني انسان، مسكينه كتهضر بواحد الطريقه، يعني الدموع كيسيلوا من عينها. يعني هي باينه مأثره من شي حاجه، شي موقف طرا ليها في الحياه ديالها من بعد الطلاق. المهم الله يحد الباس والله يرزقها بالزوج اخر ان شاء الله، اللي غادي يعوضها وينسيها في داك الشيء اللي عاشت. تبان واحد القطعه اللحم غدا في الزنقه. ضعف كي تيشوفوك مطلقه مطلقه تباني قطعه اللحم هكا، اللحم غادي يتمشى على رجلو. انا نهضر على راسي نهار طلقت اللي عمرو قال لي السلام قال لي السلام، اللي عمرو هضر معايا في التليفون صوني عليا. يعني من بعد ما طلقات كلشي بدا كيهضر معاها، كلشي كيصيفط ليها، كلشي كيصوني عليها من بعد ما طلقات. اما قبل ما تزوج يعني كانت محترمه والناس محترمينها، ومن بعد ما تزوجات يعني راه تزوجات. يعني ملي طلقات اللي عمرو في حياته قدر يقول لي كلمه قالها لي. صحاب راجلي يهضروا معايا ويصيفطوا لي ميساجات في فيسبوك وفي واتساب. صحاب راجلها وصيفطوا ليها في واتساب وفي فيسبوك من بعد ما طلقات. ردوا بالكم هذوك البنات اللي كيفرحوا كيقولوا اخرها الطلاق، كيبداو يتمرقنوا على الرجاله ديالهم، راه غير كتجيبوها في راسكم. مهم اللي مزوجه الله يسهل عليها، الصبر ما عليك غير الصبر. الله يرزق لكم ما كتمناو، وكذلك الزوج ما عليك حتى انت غير بالصبر، ما تفلاش على بنت الناس، لان يقدر ديك البنت الا تفليتي عليها ربي ما غاديش يرزقك في حالها، ربي غادي يجيب لك غير اللي كفس منها. مهم واش طلقت ما عارفه واش جريمه، واش شي حاجه اللي هي خايبه ما عرفتش. وفي الثاني تيجي يقول لك خصك انت اختاريتي الطلاق، انت اختاريتي ديك الطريق، ما اختاريتش الطلاق. هو اللي بغى يطلقني، هو اللي ما بغانيش. واش نبقى لاصقه فيه نبقى تابعه؟ ماشي هو يخرج يدور يمشي يدير ما بغا انا نبقى تابعه؟ ما يمكنليش. انا بنادم في لي كومونتير وانت مطلقه دابا ولاو تيعايروك مطلقه. المجتمع شافك لحم، قطعه اللحم. تبغي تبعدي ديري واحد المتنفس، غير ديرها كتبارطاجي الفيديو. واخا انا في تيك توك عندي فاش كنت مزوجه، غير اللي ما كانش يعرفني تبغي تبارطاجي شي حاجه تريحي شويه قلبك. مطلقه وباينه علاش طلقت. طلقني كتبغي يعيش حياته من حقه، واش غندير له انا؟ اوكي انا راجل بنادم، انا تنعيش حياتي. انا لعبوا العراق علاش انا طلقت على قبل شي واحد، ولا طلقت باش ندير شي حاجه، ولا طلقت باش نخرج للزنقه. انا كنت مزوجه وندير تيك توك، كنت مزوجه وتنخدم، كنت مزوجه وتنخرج، مزوجه وتنلبس. طلقت بقيت كيف ما انا الحمد لله، وعاد رجعت راسي بزاف د الحوايج كنت نديرهم وانا مزوجه. اذا كنتي كديري شي حوايج وانت مزوجه، يعلم الله شنو دوك الحوايج اللي كنتي كديري، ولا يعلم الغيب الا الله. الله اعلم علاش طلقك، واش شي مشاكل، واش بسبب داكشي اللي كديري كما دابا قلتي، الله اعلم. ولكن من هذا المنبر كنقول اي واحد يحترم اي وحده، سواء تكون مطلقه ولا عزبه ولا مهم الاحترام هو الحل باش بنادم كتعطيه الثقه وكيعطيك الثقه، كتبعد على المشاكل والذنوب وكذا. هذه دارت، هذه فعلات، هذه المهم داكشي راه ما منه والو. هادشي اللي كان الاخوان في هذا الفيديو هذا، كنتمنى تبارطاجيو لا فيديو فاش هذه الفكره هذه ديال ان نبقاو نعايروا شي بنت مطلقه بالطلاق ديالها، يا مطلقه يا هذه على باين علاش مطلقه باينه. وهذه نحاولوا نتفاداو هذه الاخوان. وهذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو هذا الاخوان. كان معكم عبد، نتمناو انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، ومع السلامه.